اول شيء امسي على جماهير برشلونة واقول لهم جبت لكم الهاتريك، هاتريك بسيط ومباراة بسيطة، مباراة بسيطة جدا يعني ضد المتواضع ريال بيتيس. طبعا انا بالبداية من ارتضر بالضربة الحرة، شفت اللاعب نايم بالقاع، قلت هذا ايش بي نايم بالقاع اللاعب؟ خطية. فاذا ما ضربت على الجدار فضربتها بالزاوية حتى لا ينجرح اللاعب او يصاب، وبعدين يحطوها براسي وميسي يضرب المهاجمين والمدافعين، وميسي ما عنده اخلاق وميسي يهودي. فحطيتها بالزاوية وجبتها جول. والشيء الثاني يعني كريستيانو جاب هاتريك، شو قلبه الدنيا هسه شو اليومين جبت هاتريك وهاتريك وهدف عالمي وبدون ضربة جزاء، خب ماكو ضربة جزاء. وشو ما حد لا يطبل لي وما حد يحكي لي ولا قالوا شيء. طبعا هو عندي رسالة لصفحة ريال بيتيس بالعربية، اقول لهم قبل المباراة قلتوا اذا ميسي او اذا برشلونة فاز تحطون صفحة صورتي على الصفحة مالتكم، ها حطيتوها لو لا؟ واتمنى تحطون صورتي لما احتفلت عليكم يعني وجبت الجول، ماشي. وبالنسبة لدور الأبطال دخية ينتظرني طبعا، وشفت تصريحاته هواية إنه دخية ما يخاف مني ومن هذا الحكي. بس يعني أنا أحب أقول له شوف كم جول جايب أنا بآخر المباريات أو آخر 5 مباريات، جايب أهداف أكثر مما مانشستر جايبه بالموسم كله، فدير بالكم مني. وهاي لحيتي اللي زينتها يعني مو بالخالي بلاش. يعني اسقطكم السقط، وتحياتي لكم، تحياتي لجماهير برشلونة. ودور الابطال ما يطلع من هاي السنة من برشلونة، وبالليغا ما نخسر ولا نقطة. تحياتي لكم وان شاء الله لا تخافون، ابو تياغو وياكم.